عليكم ورحمة الله. إن شاء الله ده بارت 2 بالنسبة لدرس الداتا تايبس. كنا شرحنا في بارت 1 يعني إيه أصلا داتا تايبس في السيكوال، وشرحنا المفهوم بتاعها، ودخلنا على الكومن سيكوال داتا تايبس. اتكلمنا على النيوميريك داتا تايب، وكان ما بينها التايني انت والسمول انت والميديوم والانت والبيج انت والفلوت والدبل والديسيمال. ودخلنا في كومباريزون ما بين الفلوت والدبل والديسيمال. وتاني حاجة اتكلمنا عنها كانت التكست والسترينج داتا تايب. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الديت اند تايم داتا تايبس. اول حاجه كده نبتديها بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا داتا تايب اسمها ديت، او مبدئيا كده عشان نتكلم برضو. انت دلوقتي مثلا كشركه عندك مثلا بتسجل العملاء اللي بدات تخش جديد عندك في الشركه، تمام؟ فمحتاج تعرف مثلا العميل ده، عايز تجيب بقى التاريخ مثلا بعد عدى فتره زمنيه معينه. عايز تقول مثلا العميل دوت مثلا اتسجل في تاريخ كام. فبالنسبه لنا اول داتا تايب عندنا اسمها ديت، الديسكريبشن بتاعها ستور اونلي ديت، ما بتسجلش غير ديت بس. طب الديت ده بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن اليير، وبعد كده المانث، وبعد كده الدي، اللي هو زي ما احنا شايفين هنا كده مثلا 2025 شهر 4 يوم مثلا 13. تمام. الاستورج سايز بيقول لك بياخد 3 بايت من الميموري. تاني داتا تايب عندنا هو التايم. انت مثلا بعد ما جبت التاريخ اللي العميل دوت مثلا انت سجلته فيه في الداتابيس بتاعتك، عايز تشوف انت سجلته مثلا الساعه كام، او العميل ده هنا جه هنا بالظبط الساعه كام، تمام؟ فبيقول لك داتا تايب اسمها تايم، دي بتستور اونلي تايم، اللي هو مثلا زي اكزامبل كده مثلا الساعه كانت هنا مثلا 2 ونص. برضو الاستورج سايز بتاعتها بيكون 3 بايتس. الداتا تايب التالتة عندنا هي حاجة اسمها ديت تايم. ديت تايم دي اللي هو بدل ما انت مثلا ما تروح تسجل الديت لوحده والتايم لوحده، هو عمل لك داتا تايب اسمها ديت تايم. دي بتستور الداتا اند تايم، بتستور الديت اند تايم في نفس الوقت يعني انت في نفس الفاريبل بتستخدم اللي انت بتستور التاريخ، وفي نفس الوقت برضه بتستور التايم. بتتعمل الاكزامبل بتاعها ازاي؟ بيكون عبارة عن برضه بتحط السنة الشهر اليوم، وبعد كده بتعمل مسافة سبيس عادي جدا، وبعد كده بتبدأ تحط الساعة بتاعتك مثلا الساعة 2 و30 دقيقة ومثلا صفر من الثانية. فسيدية بتستخدم في الاستورج سايز بتاخد 8 بايت من الميموري، تمام؟ في حاجة برضه عندنا اسمها تايم ستامب. تايم ستامب هي بتعمل نفس الداتا تايم، وهنعرف الفرق ما بينها تحت اهوت في النوتس دي. بعد كده عندك اخر حاجة بتكون حاجة اسمها يير. اليير دي بتستور اليير اونلي، يعني انت مش همك تعرف مانث ولا الداي ولا اي حاجة، انت همك بس تعرف السنة بس. فهي بتكون بتستخدم في داتا تايب اسمها يير، برضو بتخزن 1 بايت زيها زي بقية الحاجات التانية زي التشار مثلا، اللي هي الكاركتر يعني. بيقول لك في نص هنا بيقول لك تستخدم الداتا تايم او الديت تايم، مش عارف ليه معلقه معايا داتا. تستخدم الديت تايم if you want a fixed date، لو انت محتاج ديت ثابت ما يتغيرش مهما اي حاجه حصلت، تمام؟ يعني ايه؟ كان يجي يقول لك مثلا ايه ان الساعه قدموها شويه، قدموها ساعه زي ما بيحصل دلوقتي. احنا قدمنا الوقت ساعه، اخرناه ساعه، ما اعرفش ايه. فانت بتستخدم ديت تايم ديت لما يكون انت كاتب تاريخ، ما يهمكش الساعه بقى اتغيرت، اتقدمت ساعه، اخرت ساعه، كل ده ما يشغلكش. خلاص انت كاتب الفيكس ديت دوت، ملناش دعوه بقى اتغير ما اتغيرش، خلاص انا محتاج الديت ده بس. التايم ستامب ديت يعني بتستخدمها في ايه؟ بيقول لك if you want the value to automatic track creation or update time and you care about time zone. التايم زون دوت اللي هو اللي انا لسه قايل لك عليه دوت، اللي هو انت مثلا الساعه قدمت الساعه اخرت، فيبتدي التايم اللي انت كاتبه برضه ياخر ساعه او يقدم ساعه. بس كلنا طبعا بنستخدم الديت تايم، الا في حالات معينه طبعا بنستخدم التايم ستامب. رابع حاجه عندنا او رابع داتا تايب عندنا بيكون بوليان داتا تايب. بس نخلي بالنا ان البوليان مش مدعوم في السيكوال، وهو مدعوم بس في الماي سيكوال. وبدل البوليان في السيكوال بدأنا نستخدم حاجه اسمها بت، تمام؟ هي حاجه اسمها بت، داتا تايب اسمها بت، تمام؟ برضه البوليان صح ونفس المفهوم، بس اتضح يعني ان هي مبقتش مدعومه في السيكوال، ومدعومه بس في الماي سيكوال وبقيه السيرفرات التانيه. فهي عباره عن بس البوليان دي معناها انت ترو او فولس، هل انت مثلا دلوقتي اونلاين ولا اوفلاين، معناها مثلا ترو او فولس، معناها زيرو لو انت اوفلاين، 1 لو انت اونلاين، وهكذا. وبتستخدم 1 بايت. نخلي بالنا من الموضوع ان في السيكوال بقيت اسمها بت مش بوليان زي ما معروفه في بقيه الداتا بيز، تمام؟ ده كان الشرح عن بقيه الداتا تايبس في بارت 2. وان شاء الله الفيديو الجاي هناخد اكزامبل ونحله مع بعض، او هناخد اكسرسايز ونحله سوا على الداتا تايبس وكل اللي خدناه في الفيديوهات اللي فاتت. شكرا.